السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض الفطيرة الجميلة دي. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة وبكل سهولة، ومكونات موجودة عندك في البيت. وقبل ما نبدأ الطريقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله. ده نص كيلو دقيق انا نخلاه ووزناه، وكوبايه ونص ميه، ومعلقه كبيره سكر، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره زيت، ورشه ملح. في بوله هضيف الكوبايه ونص ميه من الحنفيه عادي، وهضيف معلقه كبيره زيت، ورشه الملح، ومعلقه كبيره سكر. وهقلب المكونات دي كلها كده بالاسباتشوله لحد السكر ما يدوب والمكونات كلها تندمج مع بعض بالطريقه دي. هضيف بقى الدقيق اللي انا نخلاه، ضروري تنخلي الدقيق برضو بتاع الفطير، وهضيف معلقه كبيره بيكنج باودر. وهبتدي بقى ان انا اعجن العجينه كويس. اهم حاجه تعجنيها كويس، الفطير لازم يتعجن كويس بالطريقه دي، ولو عندك عجانه عجني فيها المتاحه عندك. انا حبيت بس اسهل لكم فكره العجن. وبعجنها بقى كده لحد المكونات كلها تندمج مع بعض كده وتدينا عجينه طريه كده وسهله. وبلم بقى العجينه. شايفين بقى العجينه اتلمت معايا بكل سهوله عشان مقاديري ناجحه 100%. بعجنها بقى كده، وهجيبها بقى على الرخامه كده، واجيب حبه ميه وهبل ايدي كده واعجن بقى العجينه كده. اهم حاجه تعجنيها كويس جدا بتاع 3 دقايق بالشكل ده. وبين فتره والتانيه برضه ابل ايدي لحد ما تكون معايا عجينه طريه كده وسلسه. اهم حاجه تعجنيها كويس وتتلم معاكي بكل سهوله. الفطير لازم يتعجن كويس بالطريقه دي. وافتح العجينه واقفلها وابرمها كده، واضغط بايدي وابل ايدي برضه بنقطه ميه صغيرين، واستمر كده في عجن العجينه لحد ما تدينا عجينه طريه كده. بدات العجينه تتلم معايا بكل سهوله وطريه معايا وسهله التشكيل. اهم حاجه تعجنيها كويس بالطريقه دي كده. بقى العجينه معايا اتلمت. شايفين بقى العجينه جميله ازاي وطريه وسهله التشكيل وطريه وناعمه. بجيب بقى طبق وبدهنه حبه زيت صغيرين كده، وبحط بقى العجينه كده فيها وبغطيها بكيسه ترتاح بقى بتاع نص ساعة. أهم حاجة العجينة بتاعت الفطيرة ترتاح نص ساعة، وبغطيها بفوطة. هجيب بقى كوباية زبدة كريستال أو أي زبدة أنت بتفضليها، وهضيف معلقة كبيرة سمنة بلدي، ومعلقتين كبار زيت ذرة. بيدي طعم حلو قوي بقى السمنة مع الزيت كده مع الزبدة، بيديهم طعم كويس جدا. وبقلبها كويس لحد المكونات كلها تندمج مع بعض كده. بقى معايا الزبدة جاهزة ما شاء الله. بجيب بقى العجينة بعد ما ارتاحت. شايفين بقى ارتاحت ازاي وطريه وبتتمط معايا بكل سهوله كده. بقى عجينتي ناجحه 100%. دي هي بقى عجينه الفطير. اجيب بقى معلقه كبيره كده زيت ذره وبدهنها كده على الرخامه، واجيب بقى العجينه بعد ما ارتاحت كده بالشكل ده، ببططها بقى كده وبفردها على شكل مربع بالطريقه دي. شايفين بقى العجينه بتتشكل معايا بكل سهوله عشان مقاديري ناجحه والعجينه مرتاحه كويس جدا. بفردها كده بسمك سنتي بالطريقه دي. استمري كده في فرد العجينه لحد ما تتفرد معايا بكل سهوله كده. بقى معايا العجينه جاهزه ما شاء الله. بجيب بقى الزبده. هبتدي بقى ان انا اوزع الزبده كلها على العجينه كلها بالشكل ده. اهم حاجه ما تسيبيش العجينه من غير زبده عشان طبعا هتورق معاكي في الفرن. وفي النهايه هوريكم شكل الفطيره مورقه ازاي. بوزعها كده بالتساوي. واهم حاجه تفرديها كويس جدا. هي النص كيلو عليها كوبايه الزبده ومعلقه السمنه ومعلقتين الزيت، بيدي طعم حلو قوي للفطير. جربوا الطريقه دي مش تندموا ابدا. طريقتها سهله وبسيطه والطعم في النهايه تحفه حقيقي جميله وتستحق التجربه. بعد بقى ما وزعت بقى الزبده بالشكل ده، اهم حاجه ما تسيبيش قطعه من العجينه من غير زبده. بجيب بقى السكينه بعمل 4 فتحات كده من الاطراف العجينه كده، 3 كده 4. وهقطع برضو الجنب التاني بنفس الطريقه قصاد القطعات اللي انا مقطعاها كده من الاطراف. بقطع برضو قصاد الفتحة التانية من العجينة بالشكل ده. بعد ما قطعت العجينة بالشكل ده، بجيب بقى الطرف دوت وبفرده كده وببططه بإيدي وبسويه، واجيب الطرف التاني وهسويه كده على الطرف الأولاني بالشكل ده. أهم حاجة تسوي العجينة كده وتفرديها كده فوق بعض. وبجيب بقى الاتنين فوق بعض كده وبفردهم على النص التاني من العجينة كده، وبطط بإيدي وأفرد واخد الجزء التاني من الأطراف وأفردها برضو على العجينة كده. أهم حاجة تسوي العجينة بالشكل ده. وبفردها كده وبسويها بالشكل، هتطلع معاك الفطيرة مورقة وجميلة وطعمها أحلى وأحلى. وبكرر تاني وباخد العجينة وبفردها كده بالشكل ده
وبلمها وبسويها. اهم حاجه تسوي العجينه فوق بعض كده بالشكل ده، واهم حاجه الزبده متساويه مع بعضيها مع العجينه، وبفردها كده لحد ما اخلص نص الفطيره بالشكل ده. شايفين بقى سهله بقى الفطيره ولا مش سهله؟ وطريقتها سهله من غير اي مجهود، وعملناها في البيت بكل سهوله، وطعمها في النهايه تحفه. اعمليها بالطريقه دي مش تندمي ابدا، طريقتها سهله وبسيطه، واعمليها في بيتك اوفر وانضف كتير من الفطير اللي بيتباع جاهز بره. وهلم بقى الفطيره كده بالشكل ده. اهم حاجه تسوي الفطيره كده بالتساوي كده فوق بعض، وتضغطي بايدك وتسويها بالطريقه دي. بعد بقى ما شكلت الفطيره كده كده بقى معايا جاهزه وسويتها ما شاء الله، وبلمها كده وبلم الاطراف كده لتحت بالشكل ده. اهم حاجه تسويها بالطريقه دي. بجيب بقى صينيه مدهونه زبده وبسيبها كده في الصينيه، وبغطيها بكيسه والفوطه واسيبها ساعه. اهم حاجه العجينه ترتاح بعد ساعه. بجيبها بقى كده وببططها وبفردها. عايزاكم تمشوا على الخطوات بالظبط تطلع معاكم الفطيره ناجحه 100%. وبضغطها كده بالطريقه دي بسمك برضو 2 سنتي بالطريقه دي. هجيب بقى 3 معالق زبده كده واوزع بقى الزبده على الفطيره بالطريقه دي. اهم حاجه برضو توزعها كويس بالشكل ده. بعد بقى ما بوزعها كده كده بقى معايا جاهزه الفطيره، وببططها شويه صغيرين. وهجيب بقى الاطراف كده، الطرف ده على ده، وعلمها زي كوره كده. سهله بقى الفطيره ولا مش سهله؟ وعملناها في البيت بكل سهوله. بلم بقى العجينه كده، واهم حاجه تضغطي بايدك كده وتقفلي العجينه كويس جدا وتكوريها بالطريقه دي كده. هسيبها بقى في الصينيه كده، واجيب برضو معلقه زبده كبيره كده وادهنها من فوق الوش، وهغطيها بكيسه وبالفوطه. هريح الفطيره كده لمده ساعه. اهم حاجه تريحي العجينه عشان تتفرد معاكي بكل سهوله. اجيب بقى الفطيره بعد ما ارتاحت وبفردها كده في الصينيه. اهم حاجه تفرديها كويس جدا كده بالشكل ده. بعد بقى ما فردت العجينه بجيب بقى دي قشطه بتاعت الوش اللبن، انا بشيلها وبعمل بيها الفطير جميله جدا، وبفردها كده بوزعها على الفطيره كلها. وبجيب برضو قطع زبده كده بوزعها، وبدخلها بقى الفرن. اكون مولعه الفرن على درجه حراره 200. بدخلها كده في الرف الوسطاني. شايفين قبه معايا ازاي ما شاء الله؟ تقعد معايا بالظبط ساعه الا ربع حسب الفرن بتاعك. واول ما تطلع من الفرن جيب بقى الصينيه كده واغطيها. شايفين بقى الجمال قبه ازاي ومستويه واخده اللون الذهبي الجميل ما شاء الله. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه بنفس الخطوات، وانا واثقه 100% ان هي هتعجبكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. ولو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سومه واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ده يوصلكم كل جديد. شايفين بقى الفطيره وجمالها ما شاء الله، اللهم بارك، جميله وتستحق التجربه. بالسوا بتاعها مظبوط ومورقه معايا ما شاء الله. هجيب بقى المقص كده واقطع الفطيره الجميله دي. جاهزه بقى ولا مش جاهزه؟ واحلى من الجاهزه بمراحل. فعلا جميله وتستحق التجربه. اعملها بطريقتي دي مش تندمي ابدا. شايفينها بقى مورقه ازاي وجميله، وريحتها وطعمها احلى واحلى. وبنص كيلو دقيق عملنا الفطيره الجميله دي. وده الشكل النهائي للفطيره. وبالف هنا عليكم يا حبايبي، واشوفكم على خير ان شاء الله.